بصوا بقى، ديت مكرونة مشهورة قوي في المنصورة. أهل المنصورة بيعملوها وأنا خدتها عادة من أهل جوزي. بنجيب نص كيلو مكرونة، وبعدين نسلقه نص سلقة، وبعدين نقوم حاطين في الخلاط بيضتين على 3 معالق سمنة بلدي أو زبدة، ما بينفعش يتحط زيت، ونحط كوباية سكر على بيضتين، على كيس فانيليا، على 3 معالق زبدة، وده كيلو لبن أنا غلياه. هنحطه على المكونات ديت وهنضرب في الخلاط البيضتين مع كوباية السكر مع كيس الفانيليا، مع كيس فانيليا أو كيسين فانيليا، ونحط معلقتين أو 3 معالق سمنة بلدي أو زبدة، وهنحط المكرونه في الصينيه. ده نص كيلو مكرونه، ده كيس مكرونه من اللي هو الملكه او حواء او سلفينا او اي مكرونه متاحه عندك، مكرونه قلم. ما ينفعش تتعمل باي طريقه تانية، لان انا باي مكرونه تانية، لان انا ما اعرفش غير المكرونه دي اللي هي بتتعمل بالمكرونه دي. وهنحط الخليط عليه، ما ينفعش اقل من كيلو لبن، علشان لازم اللبن يكون مغطي المكرونه بالمنظر ده. ما ينفعش واحده مكرونه تكون زهره، لانها بتنشف في الفرن، فاحنا عايزين الوش يبقى جميل. اهو حطيت كيلو اللبن، حطيت الخليط اللي اتضرب في الخلاط، ودي اضافة مني انا، حاطه معلقة سمنة على الوش كده، بقوم حطاها على الوش علشان تدي طعم وتدي شكل جميل للمكرونة. وبألف هنا على قلبكم. بس